صباح الخير ماما، شو عم تعملي؟ عم بعملكم كيك بأكواب الشاي كتير طيب. ايه، سلم ايديكي يا ماما. الله يسلمك. تعرفت على صديقة بالجنينة عراقية، قالت لي أشهر أكلة هي عندن دولمة العراقية، وأنا قلت لها أشهر أكلة هي الكبة السورية، ونحن اتفقنا أنه أنا أجرب الدولمة العراقية وهي تجرب الكبة السورية. يا سلام، وشو هالاتفاق الحلو. طيب وإذا قلتلك إنه أنا ولا مرة عاملة الدولمة العراقية، بس يلا امشي نروح على السوبر ماركت ونحاول تطلع معنا الدولمة مزبوطة مثل ما بيعملوها العراقيين، وإن شاء الله تعجبهم. يلا هلا رحنا على السوبر ماركت ورح نشوف الأغراض اللي ناقصنا. طبعا ناقصني كل الأغراض اللي بتحتاجها الدولمة، اللي هي الورق عنب معجون الطماطم والتمر هندي وهدول الشغلات رح اجيبها، ورح نبلش بالمقادير الدولمة. وهي هالأكلة ما فيها مقادير، على حسب الكمية اللي بدكن تعملوها. أنا نقعت 4 كاسات من الرز القصير بالمي لمدة ساعتين، وبعدين صفيتهم من المي، حطيت عليهم اللحمة، معجون الطماطم شي معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من المعجون الفليفلة، وقطعت حبة من البندورة وحبة بصل، وفرمت بقدونس تقريبا شي زبدية، عصرت عليهم نص حبة من الليمون، دبس رمان كمان حطيت على حسب الرغبة، وتمر هندي كمان على حسب الرغبة قديش بتحبوا حموضتها. حطيت معلقة كبيرة من الملح، طبعا انتو دوقوا ملحة وشوفوا قديش بدها ملح، وحطيت رشة من الفلفل وهيل، ورشة من القرفة صغيرة، ومعلقة صغيرة من السمة، ونص كاسة زيت زيتون. هاي الأكلة كتير بتحتاج زيت زيتون. وحطيت بهارات هيك مشكلة هيك صغيرة لحتى بس تعطيها نكهة بسيطة. هون رح نبلش بالبصل، منقطع الأطراف ومندخل السكينة لنص البصلة لحتى تصير تتقشر بسهولة. منحطها بمي سخنة عم تغلي لمدة تقريبا 6-7 دقايق. وهون بلشت بحفر الكوسة، طبعا منعير المحفرة قد الكوساية، منحط ايدنا لحتى ما تنبخش الكوساية. وهون البصل شوفولي ما شاء الله صار يتقشر بكل سهولة، ما أخذ كتير وقت بالمي، مثل ما قلت لكم 5-6 دقايق وبصير بيتقشر بهي الطريقة. وهلا رح بلش احشي اول شي البصل، وبعدين الكوسة، وطبعا انا جهزت الباذنجان، فليفلة الوان، حشيت فليفلة حمرا وخضرا، واخر شي ورق العنب. هون منكتر حشوة لانه هون الحشوة فيها خضرة لحتدوب بس تستوي. هون ما شاء الله شوفولي الصينية خلصت بتشهي القلب. رح بلش بتطبيق الأكلة. أنا سلقت اللحمة تقريبا نص سلقة، بنحطها بالطنجرة أول طبقة، وبعدين لاحط معاها البصل، طبعا هون البصل مبين حجمه كبير، بس هلا لما بيستوي بيهمد لتحت وبتصير وسع الطنجرة كتير منيح. وحطيت الفول، ما بعرف شو بتسموه بالعراق، قولولي شو بتسموه بالتعليقات. وجهزت المرقة اللي هي مي وملح وتمر هندي وبهارات مشكلة وسماق وقرفة وفلفل ومعجون بندورة، معجون طماطم، ومعجون الفليفلة ودبس الرمان وتمر هندي قلت كمان. بنحركهم كتير منيح وبنحطهم فوق الطنجرة. أخدت استوى تقريبا مدة ساعتين، وبعدين قلبتها بهاي الطريقة. شوفولي ما شاء الله قديش بتشهي القلب. اللحمة مستوية دايبة دوب، البصل طعمته كتير لذيذة. أطيب شي فيها هو البصل عن جد، مثل النار يعني. هون ما كنت عم بحسن أدور الصينية. شو رأيك بالدولمة؟ ماما كتير طيبة، يسلم ايديك، كتير طيبة، تستحق تجربوها. عن جد تستحق تجربوها لأنه طعمة كتير لذيذة. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطولنا لايك، وإذا مو مشتركين بالقناة اشتركوا. هلا بقلكم في أمان الله، بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله.